في ساعات الفجر الأولى من أحد أيام عام 2021 استيقظ سكان أحد المباني السكنية في إحدى القرى بمحافظة البحيرة المصرية على أصوات صرخات مستغيثة من إحدى الجارات، كانت تستنجد بهم في السلم، فتعرف الجيران على هوية المرأة من صوتها، ولم تكن سوى جارتهم شيماء الشابة البالغة من العمر 32 عاما، التي كانت تقيم في إحدى الشقق برفقة زوجها محمد الذي يكبرها ببضع سنوات فقط. وعلى الفور طرقوا الباب عدة مرات، لكنها أجابت من الداخل بأنها مقيدة ولا تستطيع فتح الباب، مما دفعهم إلى اقتحام الشقة. في الداخل كانت شيماء مقيدة من يديها وقدميها، والدماء تنزف من رأسها، حيث بدا واضحا أنها تعرضت لضربة غليظة على رأسها. بجانبها كانت جثة زوجها محمد ممددة في بركة من الدماء، إذ تعرض الرجل لعدة طعنات أودت بحياته على الفور. سارعت إحدى الجارات إلى الاتصال بالشرطة، لكن السؤال الذي حير الجميع: ما الذي حدث في منزل محمد وشيماء؟ وكيف قادت التحقيقات إلى نتيجة لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق؟ وما هي الأساليب الخبيثة والماكرة التي استخدمها الجاني للتخلص من الضحية دون أن يظهر في الصورة؟ لمعرفة الإجابة على كل هذه الأسئلة تابعوا هذه الحلقة من قناة عقارب الموت، ولا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. عندما وصل محققو الشرطة إلى مسرح الجريمة بدأوا فورا في فحص المكان ورفع البصمات، كما تم نقل جثة الضحية وإرسالها إلى الطب الشرعي للتشريح. في الوقت نفسه قام فريق من المحققين باستجواب شيماء التي كانت الشاهدة الوحيدة على الجريمة، حيث أخبرت شيماء المحققين أنه في وقت متأخر من تلك الليلة فوجئت هي وزوجها باقتحام شخصين ملثمين لشقتهما. قام هذان الشخصان بتقييدها بتلك الطريقة، ثم قاما بطعن زوجها عدة طعنات حتى فارق الحياة، وقبل أن يغادرا قام أحدهما بضربها على رأسها بعصا خشبية غليظة. عندما سأل المحققون شيماء عما إذا كانت تشتبه في شخص ما قد يكون وراء هذه الجريمة، أجابت على الفور بأن زوجها كان رجل أعمال طموحا، وكان يعمل بشكل أساسي في المقاولات وبيع العقارات، كما أنه في الآونة الأخيرة انخرط في تجارة التحف والكنوز الأثرية القديمة، وهي تجارة غير شرعية وفقا للقانون الجنائي المصري. كانت شيماء تشتبه في أن زوجها قد اختلف مع بعض شركائه في تجارة الآثار، مما قد يكون الدافع وراء هذا الانتقام المريع الذي تعرض له في منزله أمام زوجته. وعلى الرغم من قناعتها بأن تجارة زوجها كانت محفوفة بالمخاطر، لم تستطع شيماء أن تشير إلى شخص معين قد يكون متورطا في الحادث، لكن شهادتها لم تتوقف عند هذا الحد، حيث سرعان ما أخبرت المحققين بسيناريو آخر للأحداث. فقد كشف لها زوجها قبل فترة قصيرة من الحادثة أنه كان على خلاف مع بعض المستثمرين الذين كانوا يرغبون في شراء قطعة أرض منه بسعر منخفض جدا لإقامة مشروع سكني، لكنه رفض بيعها مهما كلف الأمر. وأشارت في حديثها مع المحققين إلى أن زوجها كان قد أوضح لها سابقا أنه تلقى عدة تهديدات من هؤلاء المستثمرين، لكنه لم يعرها اهتماما ولم يأخذها على محمل الجد. وبعد عدة أيام من وقوع الجريمة صدر التقرير الجنائي الخاص بالضحية، والذي أوضح أن الطعنات التي تعرض لها أودت بحياته تماما كما وصفت شيماء، لكن التقرير في الوقت أوضح التقرير ذاته أن الضحية كان مستلقيا على ظهره عند تلقيه هذه الطعنات النافذة، وبناء على ذلك تم استنتاج أنه طعن أثناء نومه، وهو ما يتنافى تماما مع رواية زوجته التي كان المحققون يشكون فيها منذ البداية. لم تكن رواية شيماء سطحية أو غير منطقية، بل على العكس تماما، فقد كانت محكمة للغاية، وكانت تتحدث بثقة بالغة أمام المحققين، ولم تخفي أي تفاصيل، لكن ذلك كان غير منطقي على الإطلاق بالنسبة لشخص مر بكل هذه الأحداث وكاد أن يفقد حياته. بالإضافة إلى ذلك، عندما تفقد المحققون تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من المبنى السكني الذي تقيم فيه شيماء وزوجها، لم يرصد أي ملثمين يدخلون أو يخرجون من المبنى في أي وقت من الأوقات، لكن ما ظهر في التسجيل كان شابا واحدا غير معروف بالنسبة للسكان أو أهالي المنطقة. كان ذلك الشاب يجلس على مقهى قريب من المبنى السكني، وانتظر قليلا قبل أن يصعد إلى المبنى، ثم خرج بعد ذلك بدقائق قليلة، وأثناء خروجه
كانت تبدو عليه علامات القلق والتوتر. كل تلك الأدلة دفعت المحققين إلى تركيز جهود التحقيق على شيماء، ومن خلال الوسائل التقنية الحديثة تمكنوا من اختراق هاتفها النقال والاطلاع على سجل مكالماتها ورسائلها، والأهم من ذلك تمكنوا من الوصول إلى الرسائل التي تلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت المفتاح الأساسي الذي ساعدهم في فك لغز هذه الجريمة الغامضة. وبعد تحليل محتوى هاتفها اكتشف المحققون أن شيماء كانت في الحقيقة تخون زوجها، وأنها كانت على علاقة بشاب يدعى محمود يبلغ من العمر 28 عاما. لكن الأخطر من ذلك هو أن شيماء كانت قد أنشأت حسابا وهميا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتواصلت من خلاله مع شاب يدعي مصطفى. اتفقت شيماء مع مصطفى على تنفيذ الجريمة التي أودت بحياة زوجها، لكن كيف استطاعت إقناع شاب جامعي محترم يبلغ من العمر 20 عاما فقط بارتكاب تلك الجريمة البشعة؟ للإجابة على هذا السؤال كان على المحققين القبض على مصطفى، وقد تمكنوا من تحديد موقعه من خلال حسابه على فيسبوك، ومن خلال صورته الشخصية على الحساب تأكد المحققون من أن مصطفى هو الشاب الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة. كان مصطفى يقيم في محافظة الجيزة، وهي منطقة تقع جنوب العاصمة القاهرة. وعند إلقاء القبض عليه اعترف الشاب فورا بتفاصيل الجريمة، حيث كان يظن أنه ارتكبها من أجل سبب نبيل. أوضح مصطفى للمحققين أن القصة بدأت قبل أكثر من شهر، عندما تلقى طلب صداقة من فتاة تدعى رغدة. في البداية كان مصطفى يعتقد أن الحساب مزيف وربما كان جزءا من عملية احتيال، لكن بعد فترة قصيرة بدأت رغدة في الحديث معه، وأخبرته أنها شابة تبلغ من العمر 17 عاما وتعيش في مدينة الإسكندرية. أعجب مصطفى بسلوك رغدة المتدين وببعض الصور الجميلة التي كانت تشاركها على حسابها، ومع مرور الوقت تطورت العلاقة بينهما، وبدأ الشاب يغرم بها، خاصة بعد أن أجرت معه أكثر من مكالمة فيديو، مما جعله يتيقن أن رغدة فتاة حقيقية وليست جزءا من عملية احتيال. اعترف مصطفى لرغدة بمشاعره تجاهها، وقد بادلته الفتاة نفس الأحاسيس، وبما أن رغدة كانت فتاة متدينة وتنتمي لعائلة محافظة، فقد وعدها مصطفى بأن علاقتهما لن تنتهي إلا بالزواج، وأخبرها أنه ينتظر الوقت المناسب لإخبار أسرته بذلك. أبدت رغدة من جهتها حماسا منقطع النظير لهذه الفكرة، لكن فجأة وبدون مقدمات أغلقت حسابها على فيسبوك، ولم يستطع مصطفى التواصل معها بأي طريقة من الطرق، حيث لم يكن يعرف رقم هاتفها أو محل سكنها بالتحديد. استمر الوضع على هذا الحال لمدة 20 يوما تقريبا قبل أن تظهر رغدة من جديد وترسل رسالة اعتذار لمصطفى. أوضحت في رسالتها أن غيابها كان رغما عنها، وأنها تعرضت لكثير من الأمور الصعبة خلال الفترة السابقة. وعندما طلب منها مصطفى توضيحا لمزيد من التفاصيل، أخبرته رغدة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد أصدقاء والدها. قالت رغدة لمصطفى إنه في أحد الأيام عندما كانت بمفردها في المنزل دق أحد أصدقاء والدها الباب بحثا عنه، لكنه لم يكن موجودا، وعندما تأكد ذلك الشخص من أن رغدة وحدها في المنزل اقتحم المكان واعتدى عليها جنسيا عدة مرات، مما أفقدها عذريتها. وعندما عادت عائلة رغدة واكتشفت ما حدث، قرر والدها على الفور معالجة الأمر عن طريق تزويجها لصديق العائلة الذي اعتدى عليها، خوفا من الفضيحة المترتبة على ما جرى. وهكذا أجبرت رغدة على الزواج من رجل في عمر والدها تقريبا، واضطرت للانتقال للعيش معه في محافظة البحيرة القريبة من مدينة الإسكندرية. كان مصطفى في قمة الغضب عند سماعه لهذه القصة، وشعر بأن الدم يغلي في عروقه. أوضح لرغدة أنه غير مستعد على الإطلاق لتركها، ولن يسمح لذلك الرجل الشهواني بأن يحقق مراده، مشيرا إلى أنه مستعد للانتقام منه بأي طريقة ممكنة. وقد بادلت رغدة مصطفى نفس المشاعر، وأخبرته أنها تعيش في جحيم، وأنها تتوق إلى اليوم الذي تتحرر فيه من هذا الوضع. كانت شيماء ترغب في أن تكون مع مصطفى، الشخص الوحيد الذي أحبته من كل قلبها. وبعد شد وجذب اتفق مصطفى مع شيماء التي كانت تنتحل هوية رغدة على الانتقام من زوجها، ليقوم مصطفى بإنهاء حياة زوج شيماء المزعوم. وأوضحت له شيماء الخطة بالتفصيل، حيث أعطته عنوان منزلها في البحيرة، وطلبت منه ألا يحضر من القاهرة باستخدام وسيلة نقل رسمية
كي لا يتم القبض عليه عند أي نقطة تفتيش على الطريق. كما أشارت إلى أن ابنة خالتها ستلتقي به في مكان قريب من المنزل لتسلمه السكين ومفتاح الشقة. عندما وصل مصطفى إلى البحيرة اتجه فورا إلى المكان الذي حددته له شيماء، وجلس في أحد المقاهي في انتظار ابنة خالتها. وبعد فترة وصلت الفتاة وسلمته السكين ومفتاح الشقة. توجه الشاب بعدها بهدوء إلى المنزل وسدد عدة طعنات للرجل المستلقي على فراشه، ثم غادر المكان بعد أن تأكد من وفاته. بعد ذلك حاول مصطفى التواصل مع رغدة عدة مرات عبر فيسبوك، لكنه فوجئ بأن حسابها قد تم إغلاقه تماما، وهذه المرة لم تفتحه من جديد أبدا. في ذلك الوقت كان المحققون قد ألقوا القبض على شيماء وعشيقها محمود، اللذين أصرا على إنكار أي صلة لهما بالجريمة. لكن المحققين قرروا مواجهة شيماء بمصطفى، وعند رؤيتها تعرف عليها الشاب على الفور، مؤكدا أنها هي ابنة خالة رغدة التي التقت به وسلمته السكين ومفتاح الشقة. في تلك المرحلة وعلى ضوء اعتراف مصطفى التفصيلي انهارت شيماء واعترفت بأنها العقل المدبر وراء هذا المخطط المحكم للتخلص من زوجها بعد أن اتفقت على ذلك مع عشيقها. كانت شيماء متزوجة منذ أكثر من 10 سنوات، وعلى الرغم من طول تلك المدة لم يرزق الزوجان بأي أطفال، كما أن زوج شيماء كان يقضي معظم وقته خارج المنزل بسبب ظروف عمله. كانت شيماء تشعر بالإهمال والملل، لكن كل شيء تغير بالنسبة لها بعد أن تعرفت على محمود الذي ملأ ذلك الفراغ في حياتها. وسرعان ما تطورت العلاقة بين شيماء ومحمود الذي كان يتردد على منزلها في ظل غياب زوجها بدافع العمل. بعد فترة من الوقت قررت شيماء التخلص من زوجها كي تتمكن من قضاء وقتها مع عشيقها، وقد عرض محمود أن يقوم بهذه المهمة، لكن شيماء رفضت ذلك خوفا من أن يتم القبض عليه. لذلك ابتكرت خطة محكمة وذكية للتخلص من زوجها دون أن تثير الشبهات. اعترفت شيماء خلال التحقيقات بأنها لم تصادف مصطفى بالصدفة، بل أرسلت العديد من الرسائل إلى عدد من الشباب، لكنها سرعان ما لاحظت أن مصطفى كان هو الشخص المطلوب بعد أن تبين لها أنه متيم بالفعل بشخصية رغدة الوهمية التي اخترعتها. في يوم وقوع الجريمة التقت شيماء بمصطفى على أنها ابنة خالة رغدة، وسلمته أداة الجريمة ومفتاح الشقة. وبعد مغادرة مصطفى للمكان صعدت شيماء برفقة عشيقها إلى الشقة، ثم قاما بنقل جثة زوجها إلى الصالة. بعدها طلبت شيماء من عشيقها أن يقيد قدميها ويديها وأن يضربها على رأسها كي يبدو الأمر كما لو كانت هي أيضا ضحية. وقد نفذ الرجل المطلوب منه قبل أن يغادر المكان. وبعد تنفيذ الخطة بدأت شيماء بالصراخ وطلب النجدة ليهرع الجيران إلى الشقة ويجدوا المشهد كما خططت له، لكن تحقيقات الشرطة كشفت تفاصيل الجريمة بالكامل، مما أدى إلى إحالة كل من شيماء وعشيقها محمود ومصطفى إلى المحكمة، حيث ينتظرهم حكم الإعدام.